ثالث حاجة وهنا هي تعتبر من أهم الحاجات، ألا وهي الإشاعات اللي احنا هنطلبها للمريض ده. زي ما احنا قلنا كده، احنا عندنا نوعين من الإصابات في الخلع المتكرر، في إصابات في الأربطة والغضروف فقط لا غير، وفي إصابات في الأربطة والغضروف مصحوبة بإصابة في العظم. فبالتالي لازم نجهز المريض ده كويس جدا قبل ما نقول له القرار اللي احنا هنعمله في العملية او نوع التدخل اللي المريض ده محتاجه. اول حاجة بنعملها ان احنا لازم نعمل اشعة مقطعية ورنين مغناطيسي على الكتف المصاب. الاشعة المقطعية ليها هدفين اساسيين، ان احنا بنشوف رأس عظمة العضد لو حصل فيها فقدان ولا لا، وبرضه بنبص على الحق بتاع لوح الكتف او المفصل ونشوف حصل فيه فقدان او كسر بسيط في منشأ الغضروف. ولما بنبص على الحق بتاع لوح الكتف في المفصل، ساعتها بنحسب نسبة العظمة المفقودة او الجزء الصغير المفقود بتاع منشأ الغضروف، ونشوف لو هو اكتر من 20% من المساحة بتاعة الحق كاملة، ساعتها احنا هنا ما بنقدرش نعمل عملية اعادة بناء للغضروف او اصلاح الخلع المتكرر بواسطة خطاطيف، لان نسبة فشلها بتكون عالية جدا جدا جدا، خصوصا لو المريض ده صغير في السن، يعني سنه اقل من 20 سنة، ولو هو بيلعب رياضة فيها اعتماد بجزء كبير على مفصل الايد زي الطايرة او التنس او الفولي بول او الهاند بول. كل الرياضات دي بناخدها في الحسبان وبنعمل لها تحليل كامل مع الأشعة بتاعة المريض. بعد ما بصينا على الأشعة المقطعية نبدأ نشوف الرنين. في الرنين هنا بيحدد هل الغضروف مقطوع ومكانه، وهل هو مقطوع بقاله فترة، وهل هو راجع عن مكانه الأصلي. وفي نفس الوقت برضو في الرنين نقدر نشوف لو حصل أي إصابة تانية مصاحبة لإصابة الخلع المتكرر، زي إن المريض يكون عنده قطع كلي أو قطع جزئي في منشأ العضلة ذات الرأسين. والإصابة دي لو حصلت ساعتها بيكون اسمها سلاب ليجن، وبتكون من النوع الثالث أو الرابع.